صديقي الشطرنجي، السلام عليكم. في حلقة النهاردة هنشوف مواقف كش مات في اتنين، ولكن مش سهلة. الهدف من حلقة النهاردة هو ان احنا ندرب مخنا على حسابات المربعات. عايزين نحبس الكينج في تشيك ميت جاست ان تو موفز. وزي ما احنا عارفين هتلاقي فيه 3 و4 موف، ولكن احنا عايزين في نقلتين فقط. طيب من غير كلام كتير يلا نخش على الموقف الاولاني، ولكن فضلا وليس امرا استاذنك تعمل سبسكرايب لو لسه متابعني وما تعرفنيش. انا دكتور محمد شرف ودي قناة شطرنجيون. الموقف الاولاني معانا، لاحظ ان الكينج في السنتر ومحبوس، شبه محبوس، ملوش اي مربعات سيف يجي فيها. الكوين ضارب الرانك كله، في نفس الوقت ممنوع من المربعات دي كلها ولا يقدر يكابشن يعني. طيب برضه هنعمل ايه؟ فين اللي تشيك ميت ان 2؟ لاحظ ان الاسود في زيج زوانج، يعني ايه؟ يعني ملوش اي نقله تمنعه من انه ياخد ميت. طيب هنا الابيض لقى فكره جميله جدا، وهو انه يزحلق الكينج على الاي 5. الاي 5 فكرتها بكل بساطه بيقول للاسود انا عايز منك نقله. طيب انا هنقل اي نقله، انا ممكن اروح بالبيشوب هنا، ما عندكش اي حاجه، ولكن انت سديت الفايل بتاع الميت، فهتاخد تشيك ميت ملهاش حل. طيب مش هتحرك، انا لازم الفايل ده يفضل معمول عليه كنترول من الروك. طب هروح بالروك هنا، تاخد تشيك ميت بالنايت، برضو ملهاش حل. طيب اروح بالروك هنا، تاخد لك عدد واحد كش مات، ملهاش حل. يبقى اذا كش مات في 2 ملهاش حل. زي ما احنا شايفين البلاك كينج واقف برضه شبه محبوس، ملوش اي مربع يروح فيه الا ال H5 وال H4 وال H3. حلو تمام. طبعا براحتك توقف الفيديو وتفكر فيها براحتك، وبعد كده ممكن ترجع للفيديو تاني. النقلة هي كوين H8. فكرة كوين H8 ان انا عايز اجبر الكينج ان هو لو طلع في ال F4 هيلاقي على طول الكوين في وشه بتشيك ميت، مش هيقدر يروح هنا ولا هنا ولا يقدر يرجع مكانه تاني. طيب يبقى اذا هو مجبر ان هو اما انه يجي في ال H5 او ال H4 او يروح في ال H3. طيب سي هو راح مثلا في ال H4، فين اللي تشيك ميت؟ ديسكفرد تشيك بالبيشوب على طول في ال F5، مانع الجي 4 والجي 6، وفي نفس الوقت عامل تشيك ميت. ندخل على الموقف الثالث، يلا بينا. وايت تو موف اند تشيك ميت ان 2. وعايز اقول لك ان هي في 2 فقط. انا عارف ان هي سهله جدا تبقى في 3 وطبيعي جدا، بس انا عايزها في 2 فقط. يعني اضغط على مخك ان هو يجيب كش مات في 2 فقط. طيب برضو ممكن تكون كوايت موف، انا برضو بسهل لك الدنيا، ولكن انت ممكن توقف الفيديو زي ما قلت لك وتفكر فيها براحتك وترجع. النقله هي روك دي 3. الفكره من روك دي 3 ان انا عايز بكل بساطه اديله كش مات. فين؟ في الجي 3. مش هيقدر يهرب لا في الاف 1 ولا في الجي 1 ولا في الاي 1. طيب هتقولي ما هو هيرقي، ممكن يرقي باي حاجه، ولكن ايه اللي هيمنعني ان انا اديله كش مات برضه؟ لان طبعا كان في بون هنا، كان ممكن الكينج ينزل يستخبى وراه في الاي 1. يلا بينا على الموقف الرابع. في الموقف ده وايت تو موف برضه، وعايزين نعمل تشيك ميت. لو حضرتك فكرت في ان انا برضو هعمل كوايت موف وممكن اروح بالروك في الاي 8، فده اختيار ممتاز. ليه؟ لان الكينج لما ياكل البون انا على طول هعمل ديسكفرد تشيك كش مات ملهاش حل. طيب هتقولي طب ما هو مش هياكل البون، هقول لك هيلعب فين؟ طيب يعني هيتحرك هنا الليجل، ممنوع، ملوش انه يجي في مربع البي 5. وفي نفس الوقت الروك لو اتحركت في اي مكان انا برضو بعمل كده، وهيبقى تشيك ميت. المربع ده مقفول ومربع البي 6 مقفول. الموقف اللي بعده عايزين نعمل تشيك ميت للبلاك كينج جاست ان تو موف. طيب زي ما احنا شايفين الكينج محبوس، الجي 1 مقفوله والاتش 2 مقفوله. فاذا فكرتنا هنا ان احنا نعمل ديسكفرد تشيك ميت في المربع ده بالكينج. ليه؟ لان ساعتها البلاك كينج مش هيقدر يهرب في اي مربع، ولكن احنا عايزين نجبر الاول النايت ان هو يتحرك، فهنعمل كوايت موف. الكوايت موف بتاعتنا هتكون بروحين. يعني ايه بروحين؟ يعني هنيجي في البي 1. فكرة البي 1 ان احنا عاملين اكس راي اتاك على الاتش 7 في نفس الوقت، دي تعتبر تشيك ميت.
طيب هتقولي طيب ما هو هيجي يمنع لك هنا وهتبقى كش مات في 3 مش في 2، يعني انا لما اروح كده هتبقى كش مات، ولكن احنا عندنا على طول الكينج اف 2 بتشيك ميت. مواقف حلوة بتخليك تحسب المربعات كويس جدا. خلينا نخش على المثال اللي بعده، يلا بينا. white to move and win just in 2 moves. هنعمل ايه بقى؟ زي ما حضرتك شايف ان الكينج برضو محبوس، ما ينفعش يجي المربعات دي، ولكن ينفع يرجع في الجي 6. طيب البيشوب فري تو جو في الدياجونال ده كله، اوكي مفيش مشاكل. طيب النقلة بتاعتنا هي كوين A2، نقلة مش منطقية ما تجيش في بالك، ولكن انت لو حاسب مربعات صح هتعرف ان دي انسب نقلة تدي كش مات في 2. البيشوب ممكن يرجع في الجي 6، ساعتها ياخد يعني ساعتها ياخد الكوين جي 2 تشيك ميت، مش هيقدر يهرب في اي حته. طب هيعمل ايه؟ طب يجي من الناحيه التانيه، يبقى ياخد دي على طول التشيك ميت. اللي بعده، اصحى معايا في الموقف ده. لاحظ في الموقف ان الاسود المربعات دي برضو مقفولة عليه، مش هيقدر يروح في اي مربع منها نظرا لوجود التو نايتس. وطبعا النقل الوحيدة للبلاك كينج ان هو يجي يكابشر هنا او هنا. يبقى اذا احنا عايزين نحطه في كوايت موف، والكوايت موف بتاعتنا هي كوين A6. كوين A6 عايزة ايه؟ طبعا انت ما تقدرش تهرب لا كده ولا كده ولا كده ولا كده، فانت فورسد موف ان انت تاكل النايت اللي في الاي 3، وساعتها هنعمل ديدلي ديسكفرد تشيك من السي 5 كش مات. اتمنى تكون فهمت المثال ده، ونخش في المثال اللي بعده، يلا بينا. زي ما احنا شايفين في المثال اللي قدامنا ان الكينج برضو محبوس، ما يقدرش يروح المربعات دي ولا يقدر يجي، لان الفيل ضارب الدياجونال كله، في نفس الوقت ما يقدرش يرجع في الرانك، وبرضو ما يقدرش يروح في البي 6 لان معمول عليه كنترول من النايت ومن البون. طيب احنا برضو كده محتاجين كوايت موف. الكوايت موف بتاعتنا هي نايت بي 2. فكرة النايت بي 2 ان احنا عاملين كنترول على ال A4، وكمان ال B4 معمول له كنترول كده كده من رانك. النايت ما عندوش اوبشنز كتيرة الا انه يتحرك اما في الدي 4 او البي 4. لو رجع تحت بياخد شكرا، الكوين بيدي تشيك ميت هنا في 1 على طول. طيب النايت يختار البي 4، ساعتها ان احنا ممكن نعمل تشيك ميت من الدي 8. طيب هتقول لي النايت هيروح الناحية التانية، يعني النايت ممكن يجي في الدي 4، ساعتها احنا هننزل بالكوين بكل بساطة كوين اي 1 تشيك ميت، لان ما ينفعش نروح هنا بقى ساعتها. ليه؟ لان الكينج هيهرب في البي 4. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. اتمنى تعمل لايك وشير لو عجبتك الحلقة، وما تنساش تشترك في القناة، واشوفكم على خير الفيديوهات اللي جاية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.